السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة هنعمل أحلى نيفة ممكن تعملوها في البيت، من الحلويات بتاعة العيد بقى اللي كنا شايلينها في الفريزر. دي معانا هنا الفشة والزور والسمين هنا كله مغسول تمام، والممبار كمان مغسول ومتنضف تمام. هنشوف مع بعض، هنحطهم يتسلقوا على النار ونجهز مع بعض حشوة الممبار. هنا جهزنا حاجة الحشوة بتاعة الممبار، هي نفس حشوة المحشي بالظبط. انا ما بحبش اغير فيها لان بصراحة بتبقى طعمها جميل جدا، ويعني كل واحد يقول لي طريقته، بس يعني ما يمنعش برضو ان انتوا تجربوا الطريقة دي هتعجبكم. هنا في زيت سخن على النار، وعندي هنا بصلتين مكعبات صغيرة تمام. بسم الله. الزيت لسه ما سخنش كويس. هنا البصلة بدأت تصفر اهي. انا كله والله بس عشان اختصر في وقت الفيديو فبقطع منه كتير لان الفيديو هيبقى طويل. البصل هنا صفرت كده، هنزل عليها بالطماطم، عصير طماطم. تغلي شوية ونرجع مع بعض تاني. وهي يدوب لسه بتغلي كده، يعني قبل ما تبتدي تتسبك هنزل كده بشوية توم مفرومين علشان تتسبك معاها. معلقة سكر، معلقة حلوة كده 7 بهارات، انا بصراحة نسيت اركب المايك، ف هقول لكم انا عملت ايه. طبعا عشان الصوت ما كانش باين، انا اول ما ابتدت تبقبق كده حاجه بسيطه نزلت بتوم مفروم فيها علشان يتسبك معاها، ومعلقه كبيره من ال7 بهارات، ومعلقه سكر تمام، وهنزل بمكعب مرقه كمان. مكونين مهمين بقى الكزبره الناشفه، والكمون المطحون، ونسيبها بقى تتسبك كلها كده مع بعضها بالتوابل بتاعتنا دي، هتبقى ريحتها جايبه اخر الدنيا. بصوا هي التسبيكه معايا هنا خلاص بقت تمام، اتسبكت كويس جدا. هنا بقى انا هعمل ايه؟ هنزل بمعلقه هريسه،
الممبار كده لما يبقى مشطشط كده يبقى طعمه جميل. الشطة بتدي طعم لأي حاجة على فكرة. نقلبها كويس كده في بعضها. وتدوقيها طبعا قبل ما تضيفي الرز، تدوقيها تشوفيها محتاجة ملح ولا لا، علشان ما نرجعش نحط ملح على الرز بعد ما نحطه في التسبيكة. هنا ده الرز معايا مغسول تمام. الرز والتسبيكة والبصل وكل حاجة مقاديرها بتقف عليكي انتي وحاجتك. يعني شوفي انت هتعملي قد ايه. ممكن يكون انت هتعملي مثلا نص كيلو ممبار، او كيلو او كيلو ونص، فالمقادير دي بترجع لك انت. انا بقول لك على المكونات تمام وعلى الطريقه، وانت تجربي بالمكونات اللي هتمشي معاكي انت. انا بحب ازود شويه في الرز بتاع المحشي او بتاع الممبار بالذات لما بعمل ممبار، علشان انا بحب المحشي جدا. عندي حبه فلفل بقى، يعني اللي يتبقى لازم هحشيهم. تمام. عندي هنا الخضره دي، ده شبت وكزبره. تمام. في ناس بتحب الخضره قليله، وفي ناس ما بتحبهاش خالص، وفي ناس بتحبها كتير. انا عن نفسي بحبها كتير. وبالنسبه برضو لخلطه المحشي او خلطه الممبار عموما، في ناس ما بتحبش التوم على التسبيكه. لا لا لا، بصي التوم بيدي طعم تاني مختلف نهائي. يعني الناس اللي ما بتحطش توم على المحشي دي فايتها كتير بصراحه. كده هي التسبيكه معانا اهو كده تمام. خلطه المحشي نحط شويه خضره كمان. ايه رايكم في الشكل؟ يعني هي الالوان دي اساسا بتفتح النفس. فنقلبها كويس بقى كده ببعضها، ونبتدي ايه نحشي الممبار بتاعنا. هنا هبتدي بقى احشي الممبار. تمام. بس الرز سخن جدا يعني. مش بنملاه قوي علشان الرز بيزيد طبعا، علشان ما يخرجش براه واحنا بنسلقه. هوريكم مثلا احنا بنحط الحشو قد ايه. بس نفردها كده، ونخلي اول حتة من فوق دي كده فاضية، واخر حتة من تحت برضو نخليها فاضية. يعني يا دوب كده، علشان الرز بيزيد فيه خالص عشان ما يخرجش بره ويملى الحل بعد كده. نفس الحكاية. نكمل حشو بقى ونرجع لكم علشان وقت الفيديو. هنا حشينا الممبار بتاعنا كله كده زي ما انتوا شايفين، كله بنفس الحجم كده علشان الرز ما يخرجش بره في الشوربه. تمام. هننزل بشويه بهارات كده في الشوربه. على فكره
الشرب او ميه سليق الممبار دي، انا عملتها في نفس الحله اللي كانت فيها الرز، يعني بيدي طعم. التسبيكه، مكان التسبيكه ومكان الرز، لما بتسلقي فيه بيدي طعم وبيدي دسامه اكتر، وكمان الممبار هينزل كمان دهون وهينزل حاجات منه. لان في ناس بتحب شوربه الممبار فيه، يعني انا عن نفسي عندي حد هنا لازم شوربه الممبار دي تبقى موجوده مع النيفه. فاحنا هنا كده ايه، حطينا شويه سكر وشويه بهارات، هنا شويه ملح، تمام كده. ننزل بقى بالممبار واحده واحده، بسم الله. برضو اختصارا للوقت هنحط الممبار في الشوربة ونسيبه لما يتسلق ونرجع مع بعض. يعني حطينا الممبار يتسلق، على بال ما يتسلق الممبار بقى كانت الحلويات بتاعتنا دي طابت. هنقطعها على بال ما نسلق الممبار، هنقطعها ونروح بعد كده نعمل شوية سلطات كده حلوين يفتحوا النفس كمان. سخنة جدا. كده خلصنا احنا كل حاجة، وهنبتدي بقى ايه، نحمر الممبار. هنا الطاسة دي زيت على معلقة سمنة، تمام. ننزل بالممبار كده. الممبار انا مطلعاه من شوية كده، من حبة حلوين يعني كده، علشان يصفي المية بتاعته. ما بحبش الحركات دي ابدا. كده الممبار معانا جاهز وطلعناه خلاص. في نفس الطاسة كده بقى هننزل بحتتين دهن كده صغيرين، ونخلي بالنا بقى علشان في نفس الطاسة بتاعة الممبار بننزل بحتتين دهن كده حلوين يتسلوا شوية، ونخلي بالنا من طرطشة الزيت والسمنة علشان بهدلتني بصراحة. دي اللي هنحمر فيها الحلويات بتاعتنا. دهون كتير مش كده؟ انا عارفه والله، بس هعمل ايه؟ معايا في البيت ناس ما لازم ياكلوا الدهون دي والحاجات دي، مع ان انا يعني قربت اضرب من كتر الدهون بصراحه. نفسي اعمل رجيم والله يا اخوانا، بس مش عارفه، مش قادره منهم هم والله. نفسي العب رياضه. شايفين حركات مش كويسه ابدا. يا نهار ابيض. انا خايفه اروح عند الطاسه بصراحه.
قنابل متفجرات. يلا نحطهم كلهم بقى كده. نشوحهم كويس. زي ما اكون بعمل عملية ارهابية بالظبط، اللي هو ارمي واجري. شوحناها كده تشويحة تمام، ولسعتنا بما فيه الكفاية. انزل بقى بالخلطة دي. التركية دي بقى عرفتها من محلات السمين. تمام. دي عبارة عن طماطمايه مبشورة، بصلايه مبشورة بشر ناعم جدا، يعني نص قرن فلفل كده شطة، ومعلقة صلصة وشوية فلفل اسود على مرقة، على 7 بهارات وكده. تمام. دي بننزل بيها على السمين بتاعنا كده. بصوا، مش عايزه اقول لكم، خلت الريحه بتاعتها اول ما نزلت عليها بصراحه يعني، لا جامده جامده، ريحه فظيعه. هنسيبها على النار شويه بالخلطه دي، وبعدين نحطها في الطبق. ده طبق السلطه الخضراء طبعا، ده ما لا غنى عنه مع السمين او مع النيفة، بالاسم اللي انتوا تحبوا تسموه له، كل واحد على حسب البلد اللي هو منها. ومعنا هنا برضو سلطة الطحينة، برضو دي بتبقى حكاية معاها. احنا كده خلصنا السمين والممبار بتاعنا النهاردة، ويا رب تكون الوصفة عجبتكم ان شاء الله. وما تنسوش اللايك والكومنتات، وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.